السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في المطبخ من شوية وبعدين بطلع عيش عشان نتعشى عشان الرجيم وكده، فبطلع عيش. اوكي، افتكرت ان كلمة عيش معناها بريد. طيب يبقى العيش ده هو بريد. اوكي، طب انا عاوز رغيف عيش، رغيفين عيش. كلمة بريد كلمة uncountable noun، ما ينفعش نقول بريدز، ما ينفعش تقول بريدز. بريد جمعها مش بريدز لانها uncountable، واظن زي العربي بالظبط، اظن كده ان كلمه خبز او عيش ما بتنجمعش. لو بتنجمع او حد عارف لها جمع يكتب لي في الكومنتس. اوكي، طيب الحل بقى، انا عاوز رغيف عيش، عاوز رغيفين عيش. انت اصلا بتروح للراجل تقول انا عاوز رغيفين، 5 ارغفه، 6 ارغفه، رغيف. يبقى رغيف، كلمه رغيف معناها لوف. لوف يعني رغيف واحد. طالما قلنا الوف رغيف يبقى ينفع نقول رغيفين، 3، 4. هنقول 2 loaves. loaves يبقى كلمة a loaf بتتجمع تبقى loaves أرغفة. 1 loaf plus 1 loaf equals 2 loaves، رغيفين من الخبز أو من العيش. أوكي، وافتكرت كمان كلمة crust. كلمة crust عارفين الحرف الناشف ده اللي هو الرف outer part of a bread or a loaf، الحرف الناشف ده اسمه crust. crust يعني الأطفال الصغيرين مثلا little boys never eat the crust of a loaf، ما باكلوش الحرف الخارجي بتاع العيش أو loaf of bread or pizza، أي حاجة ما باكلوش الحرف الخارجي بتاعه. ليه؟ لأنهم they have no teeth or strong teeth، ما عندهمش أسنان. طيب يبقى الحل بقى بتاع كلمة bread ما بتنجمعش، الحل بتاعنا نقول loaf of bread، ممكن تقول some bread يعني بعض من الخبز، تمشي برضه ما فيش أي مشكلة. وكراست اللي هو الحرف الخارجي ده هو الناشف. طيب مامتك او باباك او حد صاحبك يسألك would you like bread، محتاج عيش. اوكي، هترد عليه تقول له ايه؟ yes please I need 3 loaves of bread، عايز 3 أرغفة، عايز 2 loaves of bread. طب انت رايح للراجل بيسألك، اقول لك how many loaves would you like؟ how many loaves would you like؟ كم عدد الأرغفة اللي انت محتاجها؟ how many loaves would you like؟ اوكي، تقول له I'd like 3 loaves of bread، 3 أرغفة من العيش، رغيفين من العيش. اوكي، طيب أنا شاركت لك كلمة bread، شاركت معاك كلمة loaf، شاركت معاك كلمة crust، والأهم من ده كله اللي أنا سبت العشاء وجيت عشان أشارك معاك المعلومات. والله زي ما بقول لك كده بالظبط. فما تبخلش عليا بقى، مش هقول لك شير الفيديو ولا بتاع، اكتب لي بقى في الكومنت انت بتتعشى ولا لا، اكتب لي في الكومنت بتاكل كام رغيف. سيبكم بقى عشان اروح اتعشى. السلام عليكم.